حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لسه ما خلصناش من قضية الطفل ياسين اللي اتحكم فيها امبارح ب 25 سنة سجن مؤبد. طبعا المؤبد دي مش هيطلع منه خالص ان شاء الله الا وبصباح اليوم وجدنا برضك قضية طبعا التعدي على الطفلة مريم. الطفلة مريم دي تبلغ من العمر 9 سنوات في سنة ثالثة ابتدائي من قرية العطارة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. النهاردة صحينا في القصة تفاصيل القصة ان مريم اهلها طبعا ابوها قال لها ان هي تروح تجيب برسيم من الغيط. لما راحت تجيب برسيم كان في غفير نادى عليها قال لها تعالي يا بنت. راحت له قال لها راح مديها 100 جنيه وقال لها لو اتكلمتي طبعا هذبح ابوكي واخوكي. قالت اخوي على 5 اولاد، فللاسف اغتصبها والبنت يا عيني ما قدرتش تقول لابوها ولا اهلها الا لما طبعا جبروت الغفير طلبها المره الثانيه. خافت وقالت لمين؟ قالت لأهلها. أهلها طبعا كانوا رايحين عشان يخلصوا عليه. أهل البلد طبعا لما البنت الأول عمتها راحت البيت، فأختها الكبيرة قالت لها تعالى يا عمتي. عمتي قعدت تشرح لها القصة، فخدوها وراحوا للدكتور. الدكتور أول ما شافها طبعا عرف إن دي اعتداء جنسي طبعا، وراح قال لهم لازما دلوقتي حالا تروحوا المركز. راحوا المركز وهم رايحين كانوا رايحين عشان يعني طبعا انتوا عارفين الحمية واللي بيجري في عروق طبعا المصري كان عاوزين يموتوه. فطبعا الناس حماتوا عشان خايفين عليهم لو قتلوه طبعا هتبقى في مشكلة عليهم. راحوا قدموا بلاغ في المركز طبعا قام باللازم، وطبعا اعترف الغفير بالجريمة اللي هو ارتكبها. الغفير ده يبلغ من العمر 45 عام. اعترف في النيابه الاسم ان هو فعل الفعله دي طبعا هتك العرض. اما راح النيابه انكر، بس هو طبعا اعترف بجريمته. الاهل العامه والاهل بيطالبوا القصاص اللي هو ينعدم خالص عشان يبقى عبره لاي حد تسوي له نفسه طبعا باغتصاب اذا كان طفل او طفله في السن. يعني توسلات البنت ما راح يعني ما كانتش شفيع لها عنده ان هو يسيبها، لكن لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا احنا بنطالب زي اهل ياسين. ام ياسين ما صبرت وتنت ورا القضية بتاعت ابنها، وخد الجاني خد 25 سجن مؤبد. بس دي هنشوفوا القانون هو اللي هيبقى ليه الكلمة في الاول والاخر في القضية. بس احنا بنطالب يا ريت يكون حكم القاضي عليه عشان الحاجة دي ما تتكررش تاني او تنقل في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ان هو يحكم عليه بالاعدام عشان يبقى عبرة لاي حد يسوي لنفسه ان هو يعمل كده زي ما عمل المجني الجاني في ياسين. وطبعا للعلم برضك القضية بتاعت ياسين لما تفجرت وطبعا خد البراءة، ناس زمايله وكانوا بينشروا على وسائل التواصل الاجتماعي ان يا جماعه روحوا المدرسه وفتشوا، لان في 6 حالات يعني زي ما ذكروا 5 حالات غير ياسين بنفس الجريمه اللي ارتكبت. فيعني طبعا التانيين الاطراف الثانيه اللي هم ال5 الحالات الثانيه طبعا خافوا، اهلهم خافوا ان هم يبلغهم. فاحنا لكن ام ياسين ربنا معاها ان هي يعني صبرت عشان تجيب حق ابنها وما خافتش وتنت مصبره، و5 أو 4 مرات القضيه تنحفظ لحد ما ربنا اراد ان هو يفضح المجني عليه ويفضح لعيب ويفضح كل اللي عملته المدرسه اللي سترت واللي ساعدت واللي ساهمت في هذا الجرم من مديرة المدرسه للدايه
طبعا للاربع اطراف اللي كانوا موجودين في القضيه. طبعا انتوا عارفين القضيه هي ثبتت على واحد بس، فما جابوش فيها ما جابوش معاهم ان هم مشتركين في الجريمه. وزير التعليم طبعا يعني الجهات المعنيه اوقفت طبعا مديرة المدرسة هيقيلوها عشان ايه اللي هي كانت متسترة وكانت بتساعد في الحاجة دي. فيا رب بس ايه ان يكون تكون دي عبرة لأي جاني زي ما قلنا يعمل كده. فمناشد أي حد من أولياء الأمور، لو ابنك جه حكالك ما يعني خده واسمعه وما تخافش، ربنا هيكون معاك ان شاء الله. ولو تمشي في الطريق السليم ان انت تروح تقدم في بلاغ عشان ما تضيعش حق ابنك ولا بنتك من الوحوش الذئاب البشريه اللي يعني دارت وجرت على الشيطان الانسان او الشيطان اللي في عقله، الشيطان اللي في عقله اللي هو ادى ان هو ايه يوقع بطفل او طفله في الحاجه دي. وحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا المحكمه بتاعت امبارح ياسين راح في زي سايدر مان، او يعني زي ما بيقولوا كده ان هو متخفي في ان هو بطل. فالحمد لله كان بطل فعلا، والحمد لله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعني يكون ربنا معاه وينسى الواقعه الشنيعه دي، والاهل والجيران يكونوا طبعا رحماء بياسين ومع اصدقائه، عشان ما حدش طبعا انتوا عارفين الشعب المصري دايما يعني يهزر حتى كده، بس ايه عشان نفسيه العيل ما تكونش طبعا يعني تعبانه. وانتوا عارفين ان هو بيتعالج دلوقتي كطبيب نفسي عشان الواقعة اللي حصلت دي واقعة جامدة سبحان الله. يعني ما يعني الإنسان والعقل ما يتصورهاش إن يعني طفل مثلا 6 سنين ولا 8 سنين ويغتصبوا هذا المجرم عليه من الله ما يستحق. فهو كده كويس إن هو خد 25 سنة مؤبد، 80 في سن ال80. يعني أنت مش عارف إزاي يعني قلبك وعقلك واللي معاك عملوا يعني إيه جروك على الكلام اللي انت الفعل الفاحش اللي انت عملته في ياسين. ومن طالب زي ما طالبوا الناس اللي وقفت مع اهل ياسين بالاعدام، لكن القضاء المصري بتاعنا قضاء عادل، حكم ب25 سنه هيتم في السجن طبعا حتى يعني روحه تفيض الى بئرها. طبعا يعني قد ايه الظلم، قد ايه طبعا الذنب اللي انت هتحس بيه والمعصيه اللي انت عملتها هتشوف جزائها ازاي. يعني هتكون في سجن وهتشوف يعني انت كان يعني ربنا سترها عليك كتير، لكن في الاخر حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا مع اهل مريم ومن ناشد القضاء العادل ان هو يحكم بالاعدام عشان خاطر ما تتكررش الواقعه دي تاني. ولو وصلت مع لحد وقت ما تنساش تدعموا وتشتركوا معايا في القناه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.